اليوم شو عملت لضيوفي؟ أول شي عملت لهم آيس كريم السبيكيولوس أو زبدة اللوتس، كتير سهل بتعمليه قبل بيوم بتحطيه بالفريزر. وعملت لهم كعك السميد اللي كتير بشهي، وقدمته مع الشاي وكان فريش وطعمته روعة. رح أبدأ بكريمة الخفق، طبعا الحيوانية ما بتكون محلية، رح أخفقها لحتى تبدأ تتماسك عندي، ما تتماسك على الآخر عندي بهذا الشكل. بحط الحليب المكثف المحلى، بحط صلصة اللوتس زبدة اللوتس وبخفق. طبعا ممكن تحطوا أي نكهة انتو بدكم إياها. خفقت هيك لحد ما شايفين تماسكت عندي بهذا الشكل. هلا الوعاء اللي بدي أدخله الفريزر حطيت تلت كمية الآيس كريم، شوي من زبدة اللوتس ذوبتها بالمايكروويف، بعدين البسكويت المكسر، رجعت برضه عدة الطبقات. ومثل ما حكيت لكم ممكن تعملوها بأي نكهة، نكهة البيستاشيو الشوكولا اللي انتو حابينها. وهيك رتبت هيك طبقات من الآيس كريم، شوي من صلصة اللوتس المدوبة، البسكويت المكسر، بغطيها وبدخلها الفريزر ليلة كاملة. والعجينة السميد عندي الطحين، الخميرة الفورية، السكر، الحليب الباودر، المحلب المطحون اختياري، الملح، الزبدة الدايبة والزيت. راح احط عندي هلا المي الدافية والحليب الدافي، وراح اعجنهم عجنتهم بالعجانة لحصلت عجينة طرية، بتركها تخمر لمدة ساعة. عندي هون السمسم المحمص، ضروري انه يكون محمص، حمصته انا. وهون عندي المي مع الدبس، اي نوع دبس عندكم. انا ما كان عندي دبس حطيت عسل كمان بيمشي الحال. قطعت العجينة ل20 قطعة تكون هيك بحجم متساوي. هلا رح امسك عندي قطعة، رح اعمل شكلين. الشكل الاول هو الشكل التقليدي، بلفها بهذا الشكل رول، وبعدين بعملها تنتين هيك نفس الطول وبلفهم على بعض. بعد ما ألفهم هيك بثبت الأطراف، بتأكد هيك عندي شايفين بكبس هيك الطرفين لحتى ما تفك عندي، وبعدين بجمع الطرفين مع بعض وبسكرها بقفلها كتير منيح، وبحصل على الشكل التقليدي اللي هي كعكة السميد. بغطسها بخليط المي والعسل أو المي والدبس، وبعدين بالسمسم. ممكن السمسم تخلوه من جهة واحدة أو تخلوه من جهتين، أنا بحطه من جهة واحدة بس بتأكد كمان إنه جاي على الأطراف. هاي هي شوفوا شكلها صارت عندي جاهزة. بحطها بصينية الخبز. رح أعمل معكم هلأ الشكل الثاني. بلفها بس بتكون أقصر من الطريقة الأولى بهذا الشكل. بعدين بعملها وبخلي جهة طويلة وجهة قصيرة. باخد الجهة الأطول وبلفها على شكل عقدة، رح نعمل شكل الوردة. بعدين هلأ صار عندي طرفين، باخد الطرف هذا هو اللي هو الأطول اللي لفيناه، برجع بلفه كمان لفة، والتاني برجع برضه بلفه، واضح عندكم. وبعدين بقفل هيك تنتين مع بعض، حصلت على شكل العقدة أو شكل الوردة. بغطسه بالمي، بشيل الزائد منها، وبعدين بحطه بخليط السمسم وراح يلزق عندي. بحطه بالصينية، خبزتهم على درجة حرارة 200 لعند ما أخذوا لون حلو من الأسفل، وحمرتهم من فوق، وهيك صاروا عندي جاهزين. قدموهم وهم سخنين، عن جد ريحتهم بتشهي. وكمان قدمت الآيس كريم كتير طيبة ولذيذة، كأنها جاهزة عن جد. بعد ما تعملوها أصلا ما رح تشتروها من برا. بتمنى الوصفات تكون عجبتكم، جربوها وصحتين وألف عافية.